بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في فيديو جديد لنهار اليوم بإذن الله راح نشارك معكم المبرجة ولا البراج، كل واحد كيف يسميها، للمبتدئات. يعني إذا أول مرة ديريها رايحة تنجحي فيها وتجيك تذوب في اليد قبل الفم وتجيكم من أروع ما يكون. وبما أن الجو راهو مليح وربيعي لازم المبرجة تحضر. احنا في الولايات الشرقية كي نشوفوا باللي الشميسة طلت والخضورة والحشيش والأخر، لازم المبرجة تحضر. يلا نديروها كيف كيف. يلا جيبي القصعة تاعك ونبداو. اول شيء رايحه نبدا في التشيشه، يعني السميد رايحه نجيب المتوسط اللي نديرو به المقروط. يعني كي تروحي تشري قولوا يعطيك التشيشه تاع المقروط، هذه هي اللي تخدمي بها. تجي قد قد. رايحه ندير 3 كيلات، يعني 3 بصل، ولا تحبي ديري بالكاس ولا بوش تحبي ديري. تحبي تكبري الكيله ديري. ديري كميه هكذا تاع الملح، لكل كيله ديري لها شويه تاع الملح. وعلى راس المغرفه ديري خميره تاع الكاطو. جيبي الطبسي اللي قصتي به السميد ورايحين نديرو به الزبده. رايحه ندير كيله غير ربع تاع الزبده اللي تكون ذايبه وتكون بارده. وهذيك الكيله رايحه نكملها بالزيت. وشن هي الكيله هذيك؟ ما تعمروهاش كامله، يعني خليو قيس ناقص اسبوع، يعني خليط بين الزيت والزبده. رايحه ندير عليها السر باش تجيكم المبرجه تاعكم حمرة وتطيب لكم يعني ما شاء الله، واللي هو مغرفه كبيره تاع العسل. هنا العسل تاعي كان جامد، رايحه نحطه في الزبده تاعي ونذوبه مليح. ومن بعد نفرغ هذاك اللي دام نفرغهم على الشيشه تاعي. ونبدا الخطوه الاساسيه واللي هي لازم انك تبسي الشيشه تاعك مليح مليح. يعني لازم تحكها كيما تحكي المقروط عادي، كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. لازم التسم هذاك يدخل في السميد تاعكم، يدخل مليح مليح. يعني وقتها تحبسوا كي تشوفوا باللي الشيشه تاعكم تغير اللون تاعها ولا رايح لبيوضه. وكي ديري هذه الكوريه ديريها بكل سهوله يعني، وما تتفتتلكش يعني ما تتشققش. هنا تعرفي باللي الشيشه تاعك راهي واجده باش تبداي تخدمي بها. رايحة نجيب كيلة تاع الماء، خليط بين الماء وماء الزهر. والماء لازم يكون دافي شوية، دافي باك ماشي حامي. رايحة نبدا نضيف الماء هذاك غير بشوية بالتدريج، ما ديروش الكيلة كاملة تفرغوها. انا هنا درت غير نص الكيلة. نلم هكذا باطراف الاصابع، ومن بعد نخلي العجين هكذا على جهة باش نشوف اذا الشيشة تاعي رايحة تشرب الماء ولا ما تشربش. هنا الغرس تاعي كنت عجنته ونكيته، درت له شويه تاع الطيب شويه تاع الجلجلان وعجنته بالزبده. يعني ديروا له مغرفه تاع الزبده واعجنوه بماء الزهر. وفي الاخير ما يعني كي تشوفوا باللي الغرس تاعكم ولا طري، ديروا له كميه هكذا تاع الزيت يعني كربعوه هكذا. رايحه نجيب بابي كويسون تاعي، ولا عندكم النيلو ولا اي شيء عندكم ديروا تقدروا تخدموا به. رايحه نقرص هذاك الغرس، نديرو قريصه هكذا يعني دويره تكون ما كبيره ما صغيره. باش من بعد ديريكت نحط فوق العجين، نقرصها ونحطها على جهه. هنا نجيب السميد تاعي نلقاه باللي انا لقيته هنا باللي شرب لي الماء هذاك. رايحه نزيد نكمل نضيف هذاك الماء اللي بقى لي من الكيله الاولى غير بشويه، ونعجن باطراف الاصابع. يعني حتى نتحصل على العجين اللي نقدر نخدم به. هنا رايحه نكمل اطراف الاصابع، هنا ما تعجدوش لانه بعده باش رايحين نبداو نقطعوا العجين ونخدموا به. شوفوا هنا رايحه نقسم العجين على زوج ونديرهم زوج كويرات. شوفوا الكويرات هذوك كل ما تكوروا كويره وتلقاوها باللي بدات تتشقق، اعرفوا باللي ماكمش قادرين تخدموا بها. يعني هنا لازم ندلك العجينه تاعي شويه كيما راكم تشوفوا. نبدا نقطع العجين هكذا، نقطع ونعاود نلم الكريه تاعي. اذا شفتها مازالت تتشقق يعني مازالت ما طلقتش العلك تاعها ومانيش راح نقدر نخدم بها. هنا شوفوا مازالت تتشقق لي. زدت عاودت بدي نقطع يعني العجين هذاك شغل ندلك وش اللي ما تدلكوش بزاف، حاجه قليله باك. كي تشوفوا العجين تاعكم باللي بدا يطلق العلك هذاك يعني بدا يحكم روحه، هنا صاي تحبسوا تبداو يعني تقرصوا عادي. شوفوا هنا حسيتوا باللي خلاص راني قادره نتحكم فيه وقادره نخدم به. هنا رايحه نجيب العجينه الاولى نقرصها طول فوق البوطاجي تاعي. تحبوا ديروا فوق النيلو ديروا. رايحه ندير القرصه الاولى نمشيها غير شويه، ومن بعد يعني هذوك الحواشي تسكاو عليهم باش ما تجيش يعني هكذا الشكل تاعها ماشي مليح.
تسكيو عليه الحواشي كما راكم تشوفوا، وتجيبوا هذاك الغرس اللي كنا قرصناه قبيلت وحطوه من الفوق مباشره بكل سهوله. يعني بابي كويسون ولا نيلو راح يسهل عليكم العمليه. ورايحه نحط فوق البابي كويسون هذاك راح نحط القرصه الثانيه، رايحه نقرصها هكذا قيس القرصه الاولى ونقلبها ونحطها طول فوق الغرس هذاك، ونتك على الحواشي عادي، نسكر الجوانب باش ما يخرجليش الغرس، ونبدا نمشي غير بيديا بشويه. وبعد نجيب الحلال، تحبوا ديروا فوق العجين ديروا النيلو وتقرصوا، تحبوا تقرصوا مباشرة كما درت انا، وشنهي روحوا غير بشويه باش ما تفسدوش الشكل من الفوق، يعني روحوا غير بشويه، مشيو غير بشويه، ماشي تتزكاو كما الكسره ولا، لانه راهي مبسه ويفسد لكم الشكل تاعها من الفوق. هنا ملاحظه بك المبرجه راهي هنا ما تبانش باللي خشينه ولا رقيقه، يعني هنا كي تعودوا تقرصوا فيها راهي تبان لكم باللي خشينه والاخر، وبعد كي تقطعوها تلقاو باللي الحبه هابطه مره، يعني هنا تولهوا كي تشوفوا باللي بدات القرصه تاعكم ترقق خلاص حبسوا، ما تجي تبقاو ترقوا وتقولوا مازال تخشينه، وبعد تلقاوها اكثر من الكسره. يعني ديروا هكذا، بعد قطعوها طوليا وزيدوا قطعوا الحبيبه تاعكم وشوفوا كيف تجيكم روعه يعني. ومن بعد حطوها في الطاجين اللي يكون مسخن مسبقا، وطيبوها على نار قليله، يعني لازم تدي وقتها في الطياب باش ما تبقى لكمش معجنه، تتحمر لكم غير من الفوق وتبقى معجنه من الداخل. طيبوها غير بشويه، حمروها مليح مليح، والنتيجه يعني هايله. نقول لكم احتفظوا بالوصفه، ديروها صدقوني من اروع ما يكون، تجيكم تذوب في الفم. يلا احتفظوا بالوصفه، بارطاجوها مع اصدقائكم، ما تنساوش ديروا اللايك وابوني. سلام.